هادي 8 ديال السوايع وانا عارف راسي ودعت هاد العالم. الجسم ديالي ولا بحال شي قشره خاويه، ما بقيتش تنحس بتا شي شعور بشري، لا تنفس لا دقات القلب لا عذاب. وما فهمتش علاش باقي ما قادرش نحل عينيا ونعرف اش داير بيا. منين سد ليا الطبيب عيني خشاني في واحد لا ديمونسيون عمرني ما عشتها. من جهه كانت الدنيا مظلمه بزاف، ومن البعيد كنشوف واحد النقطه بيضاء وكانت ساطعه بزاف تتقرب ليا كل شويه، وكل ما كتقرب بحال كترسم شي طريق. فهمت تقريبا بلي كنت في الحدود بين العالم اللي عشت فيه حياتي كامله والعالم الاخر اللي غنعيش فيه الابديه. بقيت مسجون في هذاك الجسم ديالي يومين، ما عندي حتى شي حد، من غير نتسنى شنو غيطرا. والنهار الثالث بديت كنسمع اصوات غريبه، ناس تتبكي وشي واحد كيخطب، وفي الاخر الصوت ديال الطراب كان تيتلاح فوق شي بلاكه ديال العود. فهمت هذيك الساعه بلي كنت في القبر ديالي. في هذيك اللحظه جاني واحد الريفلكس بشري، فحال حسيت بالخنقه والضيقه. باقي ما مولفش الحاله الفيزيائيه الجديده ديالي، نسيت باللي وليت جثه هامده ما محتاجه لا اكسجين لا شمس لا ضوء. كل ما كانوا كيلوحوا عليا داك التراب، كل ما الاصوات ديال الناس اللي كنبغي كانوا كيبعدوا عليا. حتى لواحد اللحظه ما بقيت تنسمع حتى شي حاجه، غير الظلام والصمت. في وسط هذاك الظلام والصمت تمنيت هذيك النقطه البيضاء اللي كتبان ليا تجي عندي بالزربه وتديني للبلاصه اللي خاصني نمشي ليها. وواخا ما كنت نحس بوالو، ما قدرتش نصبر 5 دقائق مخشي في هذيك الظلمه ديال القبر. بقيت على هاد الحال فتره طويله ديال الوقت، ما قدرتش كاع نحددها واش سوايع ولا سنوات. البلاصه اللي كنت فيها الوقت ما كانتش عنده حتى شي اهميه، كانت خارجه على القوانين الفيزيائيه اللي حددها الانسان. منين انت تكون تتعيش الابديه ثانيه ولا 100 عام ما تيبقى عندهم حتى شي اهميه. في واحد اللحظه ولا بعد قرون غيتحلوا عينيا بوحدهم، وغيتحلوا على عالم جديد عليا، عالم موازي تيعيشوا على الموتى. تهرس هذاك الصمت والظلام اللي كانوا عايشين معايا، ولا تيبان ليا كل شي واضح، وليت تنشوف العالم اللي داير بيا بالابعاد ديالو كاملين. شي حاجه ما يقدرش يوصفها الانسان. كنت تنشوف اكثر من 3 ديمونسيون. بانوا ليا الناس كاملين اللي كانوا مدفونين حدايا، كاين اللي تيغوت وكاين اللي تيبكي وكاين اللي ساد عينيه ومبتسم. في وسط هذيك لا ديمونسيون كنت بحال شي دري صغير يلا تيتعلم يمشي، ولكن في شي بلاصه كلها شوك. كل شويه كنت نكتشف حاجه جديده وتتبهرني، بحال مثلا كنشوف الجوايه كاملين او ميم طون بلا ما ندور عنقي. ما كانش عندي اصلا جسم باش نتحكم فيه، وقدرت في الاخر نخرج من هذاك القبر بكل سهوله. وبقيت كندور في هذيك المقبره بكل حريه. كان واحد الاحساس سحري ما يمكنش يتوصف. الجسم كله نور وطاقه، يقدر يكون في اي بلاصه وما عندوش المشاكل الفيزيائيه ديال الزمكان. في اقل من جزء من الثانيه درت بزاف ديال الحوايج اللي كيطلبوا الاف السنين بشريه. اول حاجه زرت الفاميله ديالي وشفت ولادي كلهم كيكبروا، وحضرت كاع النهار ديال الوفاه ديال الزوجه ديالي. من بعد زرت العالم كامل، وما كايناش شي بقعه فوق الارض ما زرتهاش. كان واحد الاحساس ما كيتوصفش، نقدر نكون في اي بلاصه في نفس الوقت. وفي كل ثانيه كنت كنتعلم حوايج جداد. وفهمت في الاخر بلي هذا الجسم النوراني ديالي نقدر نسافر به فين ما بغيت، الحاضر والماضي والمستقبل.
صراحة كنت فرحان بهذا الاكتشاف. ما كنتش متوقع الحياة بعد الموت زوينة لهاد الدرجة. ولكن الحاجة الوحيدة اللي باقي ما استوعبتش، علاش هادوك الناس كاملين اللي كانوا حدايا في القبورة كانوا خايفين وتيبكيو، وتا إلا كانوا عايشين شي عذاب ولا شي حساب داخلي. كنت أبشع شخص فوق هاد الأرض. علاش ما كان عيشت أنا نفس المصير ديالهم؟ بصراحة ما بغيتش نصدع راسي مع هاد المشاكل. فاش كنت باقي في الحياة كنت إنسان أناني، ما كنحش بالناس اللي دايرين بيا، وتا بهاد الجسم النوراني ورثت نفس الأنانية اللي كنت عايش في الأرض. بقيت نشوف هادوك الناس اللي تيتباكاو في القبورة ديالهم، ويلا بغيت نتحرك لواحد الحقبة زمنية كانت تتهمني بزاف. الملوك ديال القرن 17، وهي تشدني من عنقي واحد الإيد كحلة وكبيرة بزاف، شاعلة فيها العافية، خارجة من شي بلاصة ما فيهاش الرحمة. وواخا ما كانش عندي جسم، حسيت براسي تنتخنق والضلوع ديالي كيتخشاو في بعضياتهم. هذيك الليل رجعتني للقبر ديالي، وانغمست في الظلام اللي كنت عايش فيه. في وسط هذاك القبر سمعت واحد الصوت فحال خارج من تحت الارض، صوت ما كيبشرش بالخير. هضر معايا بواحد اللغة جديدة عليا، واخا اول مرة غادي نسمعها. كانت لغة تيفهموها على الموتى. قال لي انت بلاصتك في الاعماق ديال هذا القبر دابا، وما غتخرجش منه تيموتوا الناس كاملين اللي فوق هذه الارض. هذا الجسم النوراني اللي تعطاك من بعد الموت تيتعطى الجنس البشري كامل النهار الاول اللي تيتولدوا فيه. الناس اللي كانوا شادين طريق مستقيمة في الحياة ديالهم تيستمتعوا به من بعد الموت ديالهم. تتفنى هاد الارض، وورك ليا على عنقي وزاد خنقني، وقال لي ما تستاهلش هاد الجسم النوراني اللي تعطاك. وخشى يديه في الاعماق ديال هذاك النور. العذاب اللي كنت نحس به في ديك اللحظه ما يمكنش يتوصف. ما عنده حتى شي علاقه بهذاك شويه ديال العذاب اللي عشت فاش كنت مريض. كانت هذيك هي اللحظه اللي غنعيش فيها الموت الحقيقيه. منين غيمشي غيتبدا تزعزع الارض بحال واقع شي زلزال، وهي تحل واحد الحفره كبيره تحت مني. شعلات العافيه في هذاك القبر، ونزل بيا الاعماق ديال الظلمات. خرجت من القبر ريحه كريهه، وشفت لأول مرة الجسد اللي تدفنت به كان تيتحلل قدامي. الريحة اللي خارجة منه تتعبر على داك الإنسان القبيح اللي كنت في الحياة. فهمت هذيك اللحظة علاش كانوا بزاف ديال الناس تيبكيو في هذيك المقبرة، وناس آخرين مبتسمين إلى لا نهاية. ملي كان هابط بيا داك القبر لهاديك الحفرة، دازت حياتي بين عينيا فرمشة عين. شفت الوجوه ديال الناس كاملين اللي ظلمت ملي كنت في الحياة، كانوا دايرين بيا وتيبكيو. كل قطرة من الدموع ديالهم كانت تتغرق هذاك القبر، وتتزيد تنزلو في الهاوية تحت الأرض. وواخا كنت يجو هامدة، كنت نحس بعذاب روحاني. وكل نقطة من هذوك الدموع اللي حطيناها في ميزان كانت تتعادل العذاب ديال البشرية كاملين. بقيت على داك الحال سنوات وعقود، ما عرفتش بالضبط شحال ديال الوقت. اي حاجة بشرية فيا غبرات في هذاك القبر. كل شي داب ولا تراب. وفي وسط هذاك العذاب الصامت تقسمات عليا الارض واحد النهار على جوج، وقربت لي هذيك النقطة ديال الضوء اللي شفت اول لحظة ملي مت. جراتني عندها من الاعماق ديال الارض، ولاحتني فرمشت عين لعالم جديد. كانت واحد لا ديمونسيون جديدة عمري ما عشتها، وما كانتش في الارض ديالنا. حليت عيني على ملايير ديال البشر، كلهم غاديين في نفس الاتجاه. في هذيك البلاصه واخا ما كانش غير في جوي، السما كانت كلها كحله، وبعد المرات تيضرب البرق، وغير تضوى الدنيا تيبان منظر تيخلع.
كانت مسيرة ديال الملايير ديال البؤساء غاديين كلهم في طريق وحده، اتلاقاو مع المصير ديالهم. اخوة الاخوات، شكرا لكم على المشاهدة. دير لايك الى عجبك هذا المحتوى، ونتلاقاو في الفيديو الجاي.